انا جاي اتكلم عن حكايه بلبن دي. مين اللهو الخفي اللي وراها؟ وهل الشيف الشربيني هو صاحب محلات بلبن زي ما بيقولوا ولا لا؟ وايه السر وراء النجاح الفظيع ده؟ واللي بس عمل في 3 سنين اللي ما قدرتش تعمله براندات كبيره في عشرات السنين. خطه نجاح بلبن تعالوا نعرفها مع بعض. ده دكتور مؤمن عادل، طبيب بيطري مصري اسكندراني. مؤمن عادل بعد ما اتخرج من كليه الطب البيطري اشتغل طبيب بيطري فعلا، وابتدى يتعرف وعمل عياده اسمها بيطراوي كلينيك. المهم الدنيا مشيت معاه حته حته، ولكن الظاهر ملقيش شغفه في الشغلانه دي، وقرر يفتح محل حلويات في اسكندريه. بس كان محل صغير جدا، وكان بيعمل فيه رز بلبن وحلويات بتتعمل كلها باللبن الجاموسي. والحقيقه ان اكتر حاجه كانت بتميزه من ساعه ما بدا هو اهتمامه بالخامات اللي بيشتغل فيها والنظافه. وخلي بالك انا مش بقول ده هو السبب الوحيد في نجاحه، ولكن ارتباط اسمه بالجوده في الاكل والسعر كمان اللي مش غالي خلاه ينجح بشكل كبير في مجتمعنا المصري الاكيل بطبعه. واحد فتح محل حلو، منتجاته كويسه، الناس حبت تجربه فعجبها فاشتهر شويه، لكن لحد هنا الدنيا عادي. طب ما ناس كتيره عملت كده وبتعمل كده، انما ايه اللي خلاه انجح محل حلويات في مصر والعالم العربي كله بحوالي 120 فرع منتشرين تقريبا في كل حته؟ انا اقول لك ليه. اول حاجه الاختراعات الجديده. الراجل ده الظاهر كده بيحب فكره الميكسات، مفيش حاجه ممكن يعملها عاديه، لازم يخلط حاجات مع بعض ويطلع منها بمنتج جديد. ودي حاجه عجبت الناس، وبقت الناس حابه فكره الميكسات الجديده دي وعايزه تجربها من ناحيه، ومن ناحيه تانية الاسم اللي بيختاره لكل ميكس بيجمع ما بين حاجتين مهمين. الحاجه الاولى انه مصري اصيل، والحاجه الثانيه انك لا يمكن تتوقعه. يعني يعمل لك كشري بس حلو، يعني يعمل لك طعميه بس ايس كريم، يعني يعمل لك سلطه فواكه بالايس كريم ويسميها البمبوزه. ده بيلعب في الثوابت يا جماعه، وهو ده سر نجاحه. كمان في سر تاني يمكن ما يقلش اهميه عن السر الاولاني، وهو استعانته بكل مشاهير السوشيال ميديا اللي الناس بيتفرجوا عليهم يعملوا ريفيوهات عنده مدفوعه طبعا. المهم يا صديقي في افكار تسويقيه مهمه جدا ورا البيزنس ده، واهمها خلق الزحمه وتكبيرها وترسيخها في عقول الناس، علشان احنا شئنا ام ابينا كبشر بنحب سياسه القطيع. ايوه ما تزعلش مني، انا وانت وكل الناس. وهديك الدليل، لو خدنا كل الاصناف اللي بيقدمها بلبن هي وبعناها في محل تاني ليه اسم تاني، هنقول مثلا بقشطه، ومشينا الناس بسرعه وما خليناش ولا واحد واقف بره مستني دوره، وسيادتك ماشي وعايز تحلي انت واصحابك او انت واسرتك، شفت بلبن وعليه الزحمه دي، وشفت بقشطه اللي بيبيع نفس المنتجات وما عليهوش زحمه. يا ترى انت بدون ما تفكر هتروح لمين وهتشتري منين؟ A few moments later. لا غلط، هتشتري من بلبن اللي عليه زحمه، وبشكل نفسي ولا شعوري هتفترض دايما ان الاجود هو اللي عليه زحمه اكتر. والحقيقه ان حكايه بلبن دي وسر انتشاره الكبير في وراها اسرار تانية، وخصوصا ان انا عارف ان تكاليف الفروع دي كبيره جدا وخزعبليه، وانه مهما كسب لا يمكن يغطي تكاليف 120 فرع في 3 سنين بس. دي الحقيقه. على العموم انا هعمل مراجعه تسويقيه واداريه تاني لسلسله المطاعم دي، بس لما تتوفر عندي معلومات اكتر ومن مصادر موثوقه. ولو عايز تعرفها ببساطه تابعني واعمل لايك وشير علشان استمر، ولو عندك معلومات اكتر سيبها لي في الكومنتات.